يا اخي والله العظيم منتخبنا ده دمه زي العسل، والله العظيم منتخب مصر. يعني احنا كشعب بنحب الدراما جدا، وكمنتخب برضه يعني كمنتخب وشعب بنحب الدراما جدا. في الدراما في الشعب ده المسلسلات والافلام والحاجات دي، لكن تخيل بقى في المنتخب. يعني منتخب عامل 35 شوطة ورايح بتمن فرص ومضيع قد كده، وكسبان الشوط التاني كسب بالمنتخب، بس انا بتكلم يعني. وكل ده في الاخر كان ممكن يخسر. ممكن يخسر. منتخب مصر بيفوز على منتخب زيمبابوي بنتيجة 2-1 بعد محاولات كتير جدا ان احنا نجلط اللي بيتفرجوا، بس بقت بالفشل الصراحة بعد جون صلاح. يعني كل المحاولات دي بقت بالفشل بجون صلاح. يعني اميز حاجة هتتقال النهاردة هي ليه، او ايه اللي حصل، او انتوا ايه، انتوا مين، انتوا مين، ايه اللي انتوا فيه ده يعني. لك ان تتخيل ال 11 كلهم، يعني هنتكلم تفاصيل عن كل لاعب بس استنى. ال 11 كلهم مش شايفين يا جدعان. طب يعني ليه ال 11 كلهم مش شايفين، مش عارفين لماذا تلعب كرة القدم؟ يا جدعان ده منتخب زيمبابوي، يا جدعان منتخب زيمبابوي. انت عارف موقعه فين على خريطة افريقيا؟ طيب منتخب زيمبابوي علاقته بالكوره او الملاعب ان هي جون واحد، وفيهم من الماتشات اللي هم بيخسروها وبيتعادلوها كل اللي جون فيهم ما بيجيبوش اجوان. منتخب مصر قدام زيمبابوي الشوط الاول احنا بدأنا كويس وضغطنا وشوطنا وضيعنا لغايه ما امام عاشور قبل ما يخرج، اللي هو كان احسن واحد بالمناسبه امام عاشور. بس استنى، طب انت يا كابتن حسام هتقول لي طب حسام حسن تلوم عليه؟ هقول لك هنلوم عليه في حاجه وهنديله حقه في حاجه. ثانيه واحده. منتخب حسام حسن كان ايه مهمته كمدير فني مع الهجوم اللي معاه او مع المنتخب اللي معاه؟ يوديك للجول، انت رحت انت ضيعت. طب هل الجون اللي دخل فيك، هل حسام حسن يعني معلش، هل حسام حسن يلام ان هو معاه ارتكازين لا يفقهوا شيء في قطع الكوره؟ تقول لي مروان عطيه لا يفقه شيء. انت شفت النهارده مروان عطيه قطع كوره؟ شفت النهارده حمدي فتحي قطع كوره؟ مروان عطيه كان بيباصي حلو. طب ماشي، ده اقطع بقى يا ديفندر، اقطع كوره. مش عارف. حمدي فتحي لماذا تلعب كرة القدم يا حمدي؟ ده سؤال مهم جدا وأرجو الإجابة. يعني لماذا تلعب كرة القدم يا راجل؟ يا إيه؟ أنت من ساعة ما رحت قطر وأنت مفيش خالص. يعني أنت جاي أنت وحسام حسن في الدفاع. معلش في حاجة. أنت كأي منتخب قبل البطولة، قبل أي بطولة، لو داخل يلعب دورة ألعاب رمضانية وداخل بيلعب ماتش ودي وبنجرب بيه بقى إيه الخطط اللي هنعملها، التشكيل اللي هنلعب بيه، اللعيبة الجاهزة. يعني انت خط الدفاع انت لعبت بحسام ورامي ربيعه قدام نيجيريا، النهارده بتلعب بياسر وحسام ليه؟ يعني انت شفت مثلا رامي ربيعه بالسوق اللي يخليه ما يلعبش اساسي؟ يعني هو اللي بادئ مناهي معاك، يعني اللي نهيت بيه العب بيه مش تغير. وحسام عبد المجيد يعني يا راجل ده، يعني انت ايه السرحان ده كله يا عم؟ يعني ايه ده؟ والشناوي طلع الشناوي احنا اتكلمنا عليه كتير وانتقدنا كتير ومفيش فايده، هو هيلعب طالما موجود هيلعب. شوبير بقى متألق مش متألق، الشناوي هيلعب. محمد حمدي جبهة ما شاء الله، يعني ما شاء جبهة اختراق سهلة جدا، أي منتخب هيخترق. يا راجل زيمبابوي يا راجل، يعني منتخب يعني الجبهة الشمال دي إيه دي؟ الجبهة الشمال دي أنا وجبت عبد الرحمن ومحمد علي وهيما وباقي الرجالة ورحنا الجبهة دي أسهل جبهة هنخترق منها. ولا الناحية التانية مش هنتكلم طبعا. أو ليه طيب؟ بتلعب عرضيات جميل. طب مين اللي عندك؟ يعني المنطق برضو عايز تلعب عرضيات، يبقى معاك واحد في البوكس يتميز بألعاب الهوا. صح؟ ما انا ما بقولش كيمياء، ما بنقولش لوغاريتمات، بنقول الكلام المنطقي. هتلعب عرضيات يبقى في واحد جوه المنطقة ده بتاع العرضيات. هل مرموش بتاع لعب عرضيات؟ لا. مصطفى محمد قاعد على الدكة. يوم ما قررت تنزله مكان احسن لاعب وبعد 30 دقيقة، طب هل امام عاشور يا عم اتصاب مصاب ولا هو وراه حاجة تانية مهمة؟ طيب ما هو لا. طب خرجته ليه وهو احسن لاعب؟ يعني سيبك برضو احنا كنا وحشين وهو موجود، بس هو كان احسن الوحشين امام عاشور. لا دفاع عارف يعمل لينك مع خط الوسط، ولا خط وسط عارف يعمل لينك مع الهجوم، وخطوط قد كده فاتحين الملعب على البحري مش عارفين نعمل الخطوط بعيده قوي. ما بنستغربين الكوره كانت بتقطع ليه؟ ايه ده؟
ايه يا جدعان صباح الفل، انتوا فين؟ انتوا منتخب زيمبابوي اللي لا بيقابلك ولا بيطلع يضغط عليك وبالسوق ده. هتقولي احنا الشوط التاني يا عم احنا مستحوذين 77% الشوط التاني وماسكين الكوره. اقول لك ماشي، ما هو عشان منتخب زيمبابوي ده لا بيضغط عليك ولا بيقابلك. اما نشوف، استنى ماتش الجمعه الجايه قدام جنوب افريقيا اللي هي برضو عندها 3 نقط وكسبانه منتخب انجولا. فانا عايز اقول لك بقى، انت راسك براسه، يعني كسبت صعدت، انت هتكسب هتصعد. انت ايه بقى هتعمل ايه قدامهم؟ هتقول لي هندعم. طب ماشي ادعم. يعني اراء الناس مختلفه على السوشيال ميديا، في اللي بينتقد ومش عاجبه الكلام وده الحقيقه. انت منتخب مصر قدام زيمبابوي بالاداء ده يا راجل عيب، يا راجل عيب. على راي ابراهيم فايق ما عندناش. طب هنعمل ايه قدام منتخب جنوب ومنتخب انجولا اللي خسر ده؟ هيبقى صعب عليه قدام منتخب مصر. هيبقى الاسطوره التاريخيه شيكو بنزا ده هيجيب له هاتريك ولا حاجه. يا جدعان يا جدعان. طب نرجع بس لحسام حسن. طب هل انت يعني شايف ايه شكل منتخب مصر؟ هو منتخب مصر ما بيعملش غير حاجه واحده: الكره ناحيه اليمين انقل على الشمال، هوب ناحيه الشمال انقل على اليمين، ارمي صلاح وارمي لتريزيجيه. يا جدعان هي احنا بننقل عربيات؟ نقعد ننقل من هنا لهنا من هنا لهنا؟ ما بنعملش حاجه غير كده. ايه يا جدعان؟ ما عندناش. لو كنا اتعادلنا او خسرنا الفيديو ده كنت هتلاقيه على الفيسبوك كله، كل اي بص هتنزل هتطلع هتلاقي الفيديو ده قدامك. ايه يا جدعان ده؟ منتخب زيمبابوي يعني احنا قلنا ماتش في الجيب وسهل، يعني ماتش اللي هنجيب منه ال3 نقط. عارف انت ماتش السعوديه مضمون. يا جدعان ده احنا صعبناه على نفسنا وكنا هنخسر وهنخسر بجلطات، مش بغلطات بجلطات. خد بالك ده فرق، انت مش بس بتغلط انت بتجلط كمان. لما انا يعني ابراهيم عادل معلش لما نزلت الشوط الثاني، هو انت يا اسطى حد قال لك يعني او حد مديك دراع بلاي ستيشن قال لك اول ما توصل للحته دي شوط، اول ما تستلم الكره شوط، ادي زرار الباور وشوط؟ ايه ده؟ وكل شوطه يا ابني انت بتلعب منتخب، انت بتلعب في ماتش ودي يا ابني، بتجرب رجلك انت في تدريب. وكله على كده خد بالك، كله على مرموش الحب جاني محمد صلاح اللي حاول يثبت للجميع ان ارن ستوك كان صح، بس يعني جاب جون فخلاص هنهدى شويه، هنحولها للماتش اللي بعديه. هي الحسنه الوحيده الجون، والحسنه بتاعت مرموش الجون بلعبه فرديه بنخرم ابره جون. لكن غير كده لا، احنا ماسكين كوره بنين اللعب من الناحيه دي للناحيه دي، بس يعني مفيش توفيق، مفيش توفيق. احنا ماسكين الكوره لا بس وبنلعب بروح. يعني شفت على السوشيال ميديا بيقول لك احنا بنلعب بروح. طب ماشي خلي يا عم الروح دي قدام جنوب افريقيا ونشوف هنعمل ايه. لما منتخب يمسك ويضغط عليك ويقابلك من قدام ورينا هتعمل ايه. يعني الموضوع بسيط جدا اهو يا عم ماشي. احنا النهارده كنا بص البرازيل 2006، احنا كنا النهارده بص البرازيل 2009، احنا ما كنا البرازيل النهارده. ونشوف بقى قدام جنوب افريقيا. يا جدعان ما انت احصائياتك جميله تقول ان انت منتخب مصر ماسك زيمبابوي مش مخليها شامه كوره. زيمبابوي راحت بثمان فرص، صفر فرص محققه وجايبه جون. اللي بيلعب بيه سيفهم الحته دي، ده سكريبت جميل. ده هو انت ايه؟ انت رايح بكور وعمال تضيع واللي قدامك كرة واحدة وجات جون، وتخيل كمان مش محسوبة اون تارجت. والله العظيم مش بقول لك احنا بنحب الدراما. يعني بجد لا تعليق على اداء منتخب مصر. منتخب يعني يا جماعه هنخرج بدري، خلينا نكون واقعيين وما نضحكش على بعض. ده مش اداء منتخب عايز يروح النهائي ولا يكسب بطوله. احنا اداء المنتخب اللي هو ايه رايح يعني فاكر لما كابتن حلمي طلع قال احنا رحنا كاس العالم عشان الغرامات، تقريبا احنا رايحين عشان السبب ده. اتمنى منتخب مصر يصلح نفسه قدام جنوب افريقيا ونكسب ونعمل الاداء. يا عم انا اقول لك على حاجه، مش عايز الاداء الجامد يا عم، احنا عايزين نلعب، عايزين نكسب ونقول منتخب مصر والله كان يستحق. وعايزين يبقى في شكل شويه بس محترم للمنتخب مصر، بس مش عايزين اللي هو بقى نلعب بقى التيكي تاكا وما اعرفش ايه ويطلع يلا وارمي من هنا. يا عم احنا بنرضى بقلنا، لا اكسب وخلي شكلك كويس. مش يا عم اقول لك لو جت في منتخب تقيل وخسرت او لعبت وحش وكسبت اقول لك ماشي يا عم، منتخب بقى افضل مننا على ارض الملعب، منتخب عنده اساسيات، لكن مش زيمبابوي يا عم. هنبص كل بطوله لينا ماركه كده ايه، لينا ماتش كده ايه نقعد نبدا فيه كده. طب ماشي يعني. عامة يا سيدي مبروك لمنتخب مصر الفوز الاول، 3 نقط مهمين يعني لعل وعسى ممكن يفيدونا بحاجه لعل قدام، يعني لو
خبطت في جنوب افريقيا وعرفت تكسب، يعني خير وبركه، اتعادلت. يعني انا هحاول بقى نستنى ماتش انجولا بقى. بدل يا سيدي، مبروك لمنتخب مصر. وبس كده يا سيدي، يعني مش عايزين نقول حاجه تاني، وكفايه كده اصلا، انتوا كلكم شفتوا كل حاجه يعني. فبس كده يا سيدي، سلام.